ميعادنا النهارده مع الفيديو اللي انتوا بتحبوه قوي، مشتريات خضار السوق او مشتريات الاسبوع بتاعه السوق. اسعار اقتصاديه، الاسعار ابتدت بقت حلوه قوي يا بنات. زي ما قلت لك قبل كده، ما تنهاريش من الاسعار لما كانت عاليه شويه. الحمد لله 100 جنيه بس ظبطت خضار الاسبوع كله عملي بالمشتريات بالاسعار. وكمان هقول لك على منيو اكلات الاسبوع اللي جايبه على اساسها الخضار، يعني 100 جنيه بس تظبطي وكمان هتفرزي منه. ازاي يا دودو؟ كل ده هتتابعيه معايا في الفيديو. بس يلا بينا. قبل ما نبدا الفيديو، انا دعاء ودي قناتي. لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي بينا نشوف ازاي 100 جنيه جبنا خضار الاسبوع وكمان هنفرز منه في الفريزر، مش خضار الاسبوع بس. يلا بينا. اسعار الطماطم بقت حلوه قوي، كمان البطاطس الجديده نزلت، جبت سبانخ ملوخيه كل ده يا دودو. تيجي نشوف مع بعض اشترينا ايه. هقلب بقى الكاميرا علشان ما بقاش شايله الخضار في ايدي كده وما تعرفيش ان انت تشوفي الخضار. يلا بينا نقلب الكاميرا ونشوف الخضار بالظبط بالاسعار مع منيو اكلات الاسبوع كمان. يلا بينا يلا بينا كده يا امارات. قلبت الكاميرا، تعالي بقى نشوف الخضار بتاعنا اشترينا ايه وهنقسمه ازاي وكمان هنفرز ايه يا دودو. اول حاجه كده يا بنات الطماطم. لفي بقى في السوق، دوري، بصي خدي السوق كده من اوله واخره. لو عندك سوقين لا روحي، لان في ناس لغايه دلوقتي مغليه الطماطم لو ان هي رخصت. بصوا الطماطم القمر دي، بصي في منها صغير وفي منها كبير. مش معنى انها صغيره مش هعرف انقي منها، لا عاديه ادام هي مش بايظه وماسكه نفسها وجامده كمان. بصي فبتبقى حلوه. وكمان الطماطم دي والله العظيم بتعسل الخضار بيبقى طعمه حلو جدا ومسكر كمان. الطماطم القمر دي انا فضلت بقى انقي، قلت علشان افرز منها كمان. بسم الله ما شاء الله. انا عندي كمان طماطم في التلاجة من المشتريات المره اللي فاتت. رحت جبت 3 كيلو طماطم، الكيلو ب5 جنيه اهو. شوفي الكيلو ب5 جنيه، يعني ما يجيش حق حاجه، يعني ب15 جنيه طماطم اللهم بارك حلوه جدا. فجبت اول حاجه 3 كيلو طماطم ب15 جنيه. ادي اول حاجه الطماطم بتاعتنا. نروح على البصل اسعار، كل حاجه ليها سعر، كل حاجه ليها سعر. دوري كده عند بتاع الخضار هتلاقيه حاطط مشنه لوحدها، هتلاقيه حاطط قفص لوحده في الارض. قولي له البصل ده بكام، هيقول لك ارخص من المحطوط فوق. وهو اقفي ونقي، لقيتيه بايظ لقيتيه في اي حاجه ما تجيبيش، لقيتيه حلو وجميل زي ما انا جايباه كده قشطه، مش مشكله احمر على ابيض. المهم ان البصل يبقى حلو، حتى فيه كبير كمان. قلت يلا بقى هفرزه، مش شرط ان انا اصلا عمري ما اخد البصلايه دي كلها في اكله، الا اذا كان محشي، الا اذا كان كشري، رز الكشري. لكن البصلايه دي كبيره جدا، انا يا دوبك هي البصلايه دي او اصغر كمان. يعني بصي بحاول ان انا باخد للطبيخ اصغر بصله. البصل ده كان مكتوب عليه 15 جنيه، انا نقيت دول قال لي دول ب7 جنيه، يعني يعتبر نص كيلو الا حاجه بسيطه قوي، يعني دول ب7 جنيه تمام. فنقيت وجبت كمان ادي البصل بتاعي. عمري ما هستهلك البصل ده كله، يعني مش كل يوم بعمل بصل الدنيا والاخره، لا على قد امكانياتك امشي. جبت كمان بطاطس، البطاطس رخصت، الجديده نزلت بس دي القديمه والله رخصت، كلها رخصت، مالها زي الفل. مش معنى انها صغيره شويه ان انا مش هعرف ان انا احمرها، لا بحمرها وبتطلع حلوه وزي الفل. ليه بقى؟ وراجل واقف بعربيه وحياه ربنا البطاطس دي ب10 جنيه اهي. مالها؟ في حد يصدق ان البطاطس ب10 جنيه؟ والله العظيم ب10 جنيه. فجبت قد ايه؟ انا جبت كيلو ونص اهي، جبت كيلو ونص البطاطس ب15 جنيه. زي ما قلت لك انزلي بمبلغ معين، اكتبي الحاجات اللي انت محتاجاها في اسبوعك او اللي انت هتتغدي بيها طول الاسبوع. اذا كان اسبوعك 6 ايام 7 ايام، يعني مثلا لو في يوم بتبقي بره او حاجه زي كده، تجيبي بقى على قد الايام اللي انت فيها. يعني في ناس بتبقى طول الاسبوع مثلا في بيتها وفي يوم بتروح عند اهلها، بتروح عند اهل جوزها، فبيبقى يوم مثلا ساقط او يومين. شوفي انت فين فيهم، او الاسبوع كله. فانت قسمي اسبوعك، اكتبي وانزلي. يبقى جبت البطاطس ب15 جنيه. الوهم وحياة ربنا وهم، والله وهم. الجزر انا ماشيه في السوق عندي هنا، سوق طريح سعد اللي هو سوق المترو، الجزر ب16 وب20 ب16. المهم قلت ايه والله ما انا هقف اجيب ايه جزر تمام. فروحت سوق تاني عندي هنا برضو اللي هو اسمه سوق الاتنين، في شارع طويل كده قبل سرجة. المهم انا وقفت لقيت ايه
حاطط جزر صغنن كده بصي، بس انا نقيت منه يعني، حاطط من تحت كبير، حاطط صغنن كده محطوط كده، وحاطط كبير لوحده. فانا قلت له ايه، هو الجزر الصغير خالص ده بكام؟ قال لي ب10. بقول له ايه؟ قال لي ب10، وحياه ربنا قال لي ب10. نقيت دول نص كيلو، ودي كانت فيها مالها وحشه، بس دي كانت تحت يعني. الكبار دول بسم الله ما شاء الله كانوا تحت. جبت نص كيلو اهو، نص كيلو ب5 جنيه. مش احسن ما تجيبي النص كيلو ب10 جنيه؟ انت اولى بيها تجيبي حاجه بدل حاجه. بحاول على قد ما اقدر لما انزل السوق، لا انا هجيب الحاجه حلوه يعني هجيبها، الفلوس اللي معايا هتكفي يعني هتكفي، بالذوق بالعافيه بركه ربنا اهم حاجه اهم حاجه. وهفضل اقولها لك، الصدقه 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 الصدقه. الصدقه بتخلي لك الحاجه قدامك، بدل ما هي غاليه بتروحي لحد تاني بتلاقيها ارخص، وحياه ربنا بتلاقيها ارخص. الخيار، مش بقولك النهارده انا مبسوطه جدا، جبت الخضار كله بتاع الاسبوع وكمان حاجات اقتصاديه. الخيار ده يا بنات مش البلدي، احنا ما بنحبش الخيار البلدي، احنا بنحب الخيار الكبير ده. البلدي تحسي انه كله ما بينفعش يتقشر وبيبقى مرر، احنا مش بنحبه، احنا بنحب الخيار ده على طول. فالخيار ده عامل كام يا دودو؟ عامل 10 جنيه. فانا جبت كيلو واحد من الخيار، ولو خلص هاتي تاني، يعني هاتي على قد الاكل بتاعك او الميزانيه بتاعتك، او هتشوفي هتعملي ايه. لو انت مش هتحتاجيه خلاص ما تجيبيهوش، عشان ما يتبلش عندك في التلاجة ويترمي. يعني ممكن مثلا ايه تلاقيه رخيص تجيبيه وخلاص تركنيه، طب انت مش هتاكليه او مالكوش تقول عليه فهترميه. فالخيار ده حلاوته ايه؟ بيتقطع على الجبنه القديمه، ممكن تعملي سندوتش جبنه بيضه عليه خيار فبيبقى حلو، طبق السلطه القمر. فالخيار ب10 جنيه، فجبت كيلو واحد ب10 جنيه اهو يا بنات. يلا بينا نروح على الحاجه اللي بعد كده، البسله. البسله رخصت دلوقتي يا بنات. فاكرين الفيديو اللي فات انا جبت كان كيلو البسله كان ب50 جنيه، وكنت جبت كيلو الا ربع، يعني نزلت النص. البسله دي يا بنات ب25 جنيه الكيلو اهي، ب25 جنيه. فانا قلت له عايزه كيلو الا ربع، المهم ان هو وزن لي ب20 جنيه، يعني ازيد من الكيلو الا ربع بسيكه. فقلت حلو مش هيخسر، يعني دول ب20 جنيه بسله، اللهم بارك. حلو جدا. انا بجيب كيس البسله المتفرز تحت من السوبر ماركت ب45 جنيه، يعني بصي فرق قد ايه، و400 جرام، لكن ده كيلو الا ربع ب20 جنيه. نروح على الحاجه اللي بعد كده، وهقول لك منيو الاكلات في اخر الفيديو. الحاجه اللي بعد كده كمان الملوخيه اهي يا بنات. بصوا جبت ربطه ملوخيه جميله زي العسل. بقول له بكام الربطه؟ قال لي الاتنين ب15. قلت له لا انا عايزه واحده، نقي لي واحده صغيره كده ب5 اهي بسم الله ما شاء الله حلوه. قال لي لا مفيش ملوخيه صغيره. قلت له لا هي 5 جنيه الفكه اللي معايا، فخدت بيها ربطه ملوخيه ب5 جنيه. جبت ايه تاني يا دودو؟ جبت بقى الفلفل الرومي. الفلفل الرومي اهو يا بنات، بصوا الفلفل الجميل ده. برضو الفلفل اسعار، يعني لفي روحي السوق ده وروحي السوق ده، لفي وتدوري هتلاقي الحاجه اللي انت محتاجاها بالاسعار بتاعتك. الفلفل ده عامل 10 جنيه، انا جبت نص كيلو ب5 جنيه اهو يا بنات. ينفع بقى برضو على السلطه، هتعملي كبده عصافيري تقلبيه عليه، هتعملي شاورما تقلبيه عليه، هتعملي سندوتشات جبنه ممكن تقطعيه عليه فلفل رومي، يعني مش هيخسر. فجبت نص كيلو ب5 جنيه، يعني ما يجيش حق حاجه يا بنات. جبت ايه كمان؟ اواني السبانخ. جبت ايه بقى السبانخ واسعارها ايه؟ زي ما قلت لك انا جايبه كمان منها تفريزات. ادي السبانخ يا بنات اهي. ده بقى ما بيبيعش بالكيلو، بيبيع بالربطه. فانا جبت ايه؟ قلت له الربطه بكام؟ فقال الاول الربطه ب10، ولو خدتي 2 ب15. تمام. فقلت له تمام. فقعدت انقي كده، فلقيتهم بسم الله ما شاء الله ربطتين بصي حلوين. فجبت الربطتين دول ب15، وجبت عليهم كمان 2 كزبره ب3 جنيه، يبقوا ب18 جنيه. 18 جنيه هيتقسموا لاتنين، الاكله ب9 جنيه، يعني بصي 9 و9 بسم الله ما شاء الله. عشان كده قلتلك احنا هنفرز منها كمان، يعني حتى لو عملت يوم سبانخ في الاسبوع، ففي مرة تاني سبانخ هي هتتشال في الفريزر، فهماني؟ هتتشال في الفريزر. الطماطم 3 كيلو برضو كتير على اللي عندي، هبتدي ان انا استخدم، هشوف هستخدم ايه النهارده، والباقي كمان في الفريزر. يعني في حاجات لو ما استخدمتش الملوخيه الاسبوع ده هخليها للاسبوع اللي جاي. المهم يا بنات كده المشتريات بتاعتنا بتاعت الاسبوع او بتاعت السوق بالظبط عملت 100 جنيه بالظبط. ال100 جنيه دي جبنا بيها الطماطم، بصل، بطاطس، خيار، جزر، فلفل رومي،
سبانخ، ملوخيه، بسله، بسم الله ما شاء الله، ملينا البيت كله بالخضار الاساسي بتاع البيت. اعتقد ان انت مش عايزه اي خضار تاني من تحت. ممكن تستبدلي بقى اي نوع خضار من الخضار ده، وتجيبي مثلا ايه فاصوليا خضراء لو ليكوا تقل عليها. تمام. يبقى كده ال 100 جنيه بتاعتنا. ايه الاكلات بتاعتنا بتاعت الاسبوع، او ايه منيو الاكلات بتاعنا اللي جايبين على اساسه مثلا الخضار بتاعنا. يعني اذا عملت يوم سبانخ، اذا عملت يوم بسله، اذا عملت يوم ملوخيه، يبقى سبانخ، بسله، ملوخيه، بطاطس، صينيه بطاطس كده 4 ايام. بسم الله ما شاء الله. ممكن اعمل كمان بطاطس محمره مع جبنه قديمه، ممكن اعمل شكشوكه مثلا مع مسقعه مع بطاطس، او بطاطس مسلوقه بالبيض. فالمنيو بتاعك، فانت بتحاولي ان انت تجددي وتظبطي الاكلات بتاعتك. اهم حاجه تكتبي المنيو قبل ما تنزلي وتجيبي مشتريات السوق بتاعتك. ادي المشتريات بتاعتنا يا امارات، 100 جنيه بس. مشتريات خضار السوق 7 ايام، يعتبر ل7 اكلات. انتظروني الفيديو الجاي، روعه جنان. مشتريات السوبر ماركت برضو اسبوع كامل، من زيت لسمنه، يعني كل اللي بتحتاجيه في البيت، مكرونه، رز، زيت، سمنه، دقيق، توابل. الفيديو اللي جاي مش هقولك بقى ميزانيه الاسبوع بتاعت السوبر ماركت بكام عشان تبقي مشتاقه للفيديو اللي جاي. كده يا بنات يبقى الفيديو بتاعنا خلاص خلص. بس لو عجبك الفيديو وعجبتك القناه، ما تنسنيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. وما تنسيش الكومنت القمر اللي بنصلي بيه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى بالظبط 100 جنيه عملنا بيها ايه مشتريات خضار الاسبوع. وما تنسيش الست الشاطره رزق، تقدري تدبري من مصروف البيت وتقدري تعملي اكلات اقتصاديه على قد الايد. اسيبكم في حفظ الله. باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. وما تنسيش بقى الفيديو اللي جاي.